اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. لو بتسحبي شعرك بتلاقيه بيطلع في ايدك، او حتى ان المشط اللي بتسرحي بيه شعرك كل شوية بتلاقيه اتملى بالشعر، وبتضطري لو بتسرحي شعرك في المرة الواحدة اكتر من مرة تفضي الشعر من المشط. كمان لو بدأت تظهر عندك فراغات خفيفة فوق الجبهة، يبقى جسمك بينبهك وبيقولك ان في حاجة غلط. في الفيديو ده هقولك خطة متكاملة علمية وآمنة علشان نمنع تساقط الشعر ده نهائيا. الموضوع ده بيكون ليه اسباب كتير، بس اطمني بيكون ليه حل، ومن غير ما ندخل في ادوية تقيلة او علاجات مزمنة مثلا زي المينوكسيديل. علشان كده لو بدأتي تطبقي الخطة العلاجية اللي هقولك عليها النهاردة، خلال اسبوع هتلاقي التساقط بدأ يقل بنسبة بتوصل ل 90%، وشعرك هيبدأ يرجع ينمو بكثافة وبغزارة وبنعومة، وهتلاقي فرق كبير جدا في المظهر بتاعه. فمن فضلكم خليكم معايا لانها تكون حلقة مهمة جدا. النهاردة هنقسم العلاج لثلاث مراحل: فروة الراس والجسم والشعر نفسه. أول مرحلة خلينا نتكلم عنها ازاي نعيد ضبط توازن فروة الراس من تاني. خدي بالك من نقطة مهمة جدا، ان فروة الراس هي البيئة اللي بيعيش فيها الشعر. لو فيها التهاب او دهون او قشرة ولا بصيلة هتعرف تطلع مهما عملتي ومهما استخدمتي من علاجات كتير. وعلشان كده انا عايزاكي تعملي 3 خطوات للفروة. اول حاجة لازم تستخدمي شامبو طبي مرتين في الاسبوع، ومن الشامبوهات الكويسة ممكن نستخدم نيزورال، وده كيتوكونازول بتركيز 2%. مثلا ممكن نستخدم البادي شوب جينجر. سواء ده او ده استخدمي واحد بس، لكن مرتين في الاسبوع علشان نبدأ ننظف الفروة تماما. طيب بعد ما نغسل الشعر انا محتاجة ان احنا نستخدم تونر طبيعي بعد الغسيل، والتونر ده انت تقدري تعمليه في البيت. هتجيبي مية وتنقعي فيها عودين روزماري فريش، وهتضيفي للمية دي نقطتين من زيت شجرة الشاي، وهتحطي الخليط ده في اي بخاخ عندك، وبعدين هتبدأي توزعيهم على فروة الراس. واخر خطوة عايزاكي تعملي تدليك يومي لفروة الراس. هنستخدم فيه حاجتين بسيطة، هنستخدم 5 نقط من زيت الروزماري، وهنضيف ليهم ملعقة صغيرة سواء من زيت الجوجوبا او من زيت جوز الهند. يعني سواء لو عندك زيت جوز هند استخدميه او زيت الجوجوبا استخدميه. بالخليط ده هنبدأ نعمل تدليك خفيف لفروة الراس لمدة 5 دقايق، وده بيحفز الدم بشكل ممتاز جدا وبيغذي البصيلات، وده من اول اسبوع هتشوفي نتائج مذهله جدا لو استمريتي عليه. طيب نبدا في المرحله الثانيه. انا محتاجه اشوف جسمك ايه اللي بيحصل فيه وايه اللي ناقص عندك. وخدي بالك ان الشعر مش بيقع علشان ضعف الشعر، لكن بيقع علشان ضعف الجسم نفسه. في تحاليل مهمه عايزاكي تبداي تعمليها. اول حاجه تحليل الفيرتين او مخزون الحديد، تاني حاجه تحليل فيتامين دي، تالت حاجة تحليل الزنك، وتحليل فيتامين بي 12. طيب لو التحاليل دي فيها اي نقص ففي مكملات هنستمر عليها لمدة 3 شهور. وانا عارفة انه في ناس منكم هيقولوا طب يا دكتور يعني انا هجيب دلوقتي كم مكمل علشان اقدر استمر عليهم واعالج كل النقص اللي عندي؟ لا، انا هقولك على اسامي مكملات بتجمع بين ال4 عناصر دول. اشهر حاجة البيرفكتيل هير او الفيفيسكل برو او الهير فوليك وومن، حسب الموجود عندك والموجود في البلد بتاعتك. اهم حاجة انك هتستمري عليه لمدة 3 شهور، ده لو كان عندك عجز في اي فيتامين من الفيتامينز اللي هتعملي لهم التحاليل. مش بس الكبسولات، كمان هقولك على مشروب هتستخدميه بشكل يومي. ده عبارة عن كوباية واحدة الصبح، وده هيحسن بشرتك وشعرك الاتنين مع بعض. هتجيبي كوباية من الزبادي وهتضيفي عليها ملعقة عسل نحل صغيرة، ونص ملعقة صغيرة أو ملعقة صغيرة بذور كتان مطحونة، ورشة أو رشتين قرفة. هتقلبيهم مع بعض وتبدأي تاخدي الكوب ده كل يوم. الكوب ده غني جدا ومليان بأوميجا 3 والزنك وكمان الكالسيوم. فإحنا كده مش بس أخدنا أقراص، ولكن من الطبيعة ومن المغذيات أخدنا كوباية مليانة بالفيتامينز والعناصر اللي هتفرق جدا جدا معانا. المرحلة الثالثة وهي إن أنا لازم
ابدا اغذي الشعر نفسه. يعني خدي بالك ان البصيله محتاجه غذاء مباشر، وعلشان كده ده دور السيرامات اللي بتكون موجوده سواء في الصيدليه او بتشوفي اعلاناتها في كل مكان. ولكن انا هقولك النهارده عن افضل السيرامات والسيرامات اللي هي الثقه واللي فعلا هتجيب نتيجه معاكي. اول حاجه ذا اوردينري مالتي بيبتايد سيرم، ده خفيف بيركز على الكثافه ومناسب لكل انواع الفروه. واخر واحد اللي هو مايل روزميري منت دروبس، وده طبيعي ومناسب للتدليك الليلي. طيب اي سيرم من السيرامات دول طريقه الاستخدام بتاعته مرة أو مرتين يوميا، ولكن أهم حاجة أنا عايزة يكون تدليك خفيف. يعني بلاش التدليك اللي بتضغطي فيه جامد على فروة الراس، لا احنا عايزين تدليك خفيف الهدف منه بس ان احنا ننشط فروة الراس. ولو عندك الفرشة بتاعت التدليك برضو ممكن تستخدميها وتساعدك في التدليك بشكل كويس. طيب في ماسك اسبوعي ممكن نعمله للشعر. اختاري مثلا يوم في الاسبوع، لو مثلا كل يوم جمعة ممكن نعمل الماسك ده. هتجيبي صفار بيضة واحدة وملعقة صغيرة من العسل، وملعقة صغيرة أو ملعقة ونص من جل الصبار، وملعقة صغيرة من زيت الزيتون. المكونات دي هتخلطيها مع بعض، والماسك ده هتسيبيه نص ساعة على الشعر، وبعدين هتغسليه بالشامبو اللي بتستخدميه. كده خلصنا الروتين بتاعنا. لكن قبل ما اقفل الحلقة، في اخطاء لو عملتيها فهي هتأخر جدا جدا نتيجة الروتين اللي انا قلت لك عنه. اول حاجة لو بتربطي شعرك وهو مبلول، فده من الاخطاء اللي بتسبب تساقط الشعر بشكل كبير جدا. كمان لو بتستخدمي زيوت تقيلة جدا بشكل يومي، في ناس بتفتكر ان ده افضل للشعر ان انا كل يوم احط زيوت وزيوت تقيلة والزيوت الهندية، لكن مع الاسف ده برضو ممكن يضر الشعر بشكل كبير. وكتير اصلا من انواع الشعر وفروات الراس مش بتتقبل الزيوت الثقيلة. النقطة الثالثة، لو كنت من الناس اللي بتستخدمي الحرارة ولكن قبل ما تستخدميها على شعرك مش بتحطي اي حماية او اي سيرم ضد الحرارة، فده من الغلطات البشعة واللي فعلا هتوقع شعرك مهما عملتيله من روتين. اخر نقطة ناس كتير جدا بتقع فيها، وهو ان انت تعملي دايت قاسي او صيام طويل ولكن مش بتهتمي بالتغذية بتاعتك. يعني دايت قاسي بيبقى فيه عناصر غذائية مهمة جدا ناقصة، او صيام طويل مش بيدخل فيه جسمك العناصر والمغذيات اللي الشعر محتاجها علشان يطول وعلشان ما يقعش كتير. لو تجنبنا الاخطاء دي وعملنا الروتين البسيط اللي انا قلت لكم عليه مع الالتزام، من اول اسبوع هتحسي بفرق كبير. ولو استمريتي شهر واتنين، مع الشهر الثالث شعرك هيتغير فعليا وكليا. بتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقة النهاردة وقدرت اقدم لكم حلقة مفيدة. لو عجبتكم الحلقة واستفدتوا منها ما تنسوش تشاركوها مع غيركم علشان اكبر عدد منها يستفاد. وما تنسوش لايك الفيديو، سبسكرايب في القناة، وفعلوا علامة الجرس علشان توصلكم كل الفيديوهات اللي هقدمها أول بأول. وفي النهاية فأنا بشكركم جدا على وقتكم الثمين والذي لا يقدر بثمن. أشوفكم بكل خير الحلقة الجاية إن شاء الله. باي باي.